ما يبقاش فيكي عيب وانتي عارفه ان العيب ده موجود فيكي، وتروحي تقلبيه على النقيض تماما كميزه علشان بس تبقي حاسه ان انتي مميزه في عين اللي قدامك، او تبقي حاسه ان انتي شاطره. ده يخليكي تحسي بقد ايه انتي قليله. فما ينفعش اقعد ادعي حاجه مش فيا. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره بتشوفوني انا هدير عزام. عايزه اتكلم معاكم النهارده ازاي تبقي متصالحه مع نفسك. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا مهم جدا ان انا اكون متصالحه مع نفسي. ليه بقى؟ لان ده هيخليكي تحبي نفسك اكتر. كل ما تحبي نفسك اكتر كل ما هيزود ثقتك بنفسك، كل ما تبقي شخص ناجح اكتر. لان كل ما هفهم نفسي انا هقدر اشتغل على ايه هي مفاتيحي اكون شخص منتج اكتر وناجح اكتر. طبعا العكس صحيح. ازاي بقى اكون متصالحه مع نفسي؟ زي ما نوهنا قبل كده واتكلمنا ان انا لازم اكون متقبله نفسي يعني اول حاجه لازم تتقبلي كل حاجه فيكي، اللي هو بقى مميزاتك عيوبك. اول حاجه معانا لازم اتقبلها، لازم طبعا اكون متقبله شكلي اللي هو شكلي الخارجي. المظهر ممكن لو انت مثلا مش حابه حاجه معينه في ستايلك ممكن عادي ان انت تقدري تغيريها وتقعدي تشتغلي عليها، لكن ما ينفعش شكلك نفسه تبقي انت اصلا مش متقبلاه او انت شايفه نفسك وحشه. ما فيش بقى بنوته تيجي تبعت لي وتيجي تقول لي هدير انا شايفه نفسي وحشه، اصلا انا شكلي مش حلو. ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجه اسمها شكلي وحش. ربنا خلقنا كلنا، كل واحد ليه مميزاته وكل واحد ليه ملامحه وليه الطابع الخاص بيه. يعني مثلا اي بنوته بتشوفيها فيها حاجه مميزه، فيها حاجه جميله، فانت لازم تبصي لنفسك بالعين دي. لازم تشوفي ايه هي ملامحك الحلوه. يعني مثلا لو انت سمراء ما ينفعش بقى تقعدي لا انا سمراء انا بحب البيض، لازم تتقبلي درجه اللي هو لون بشرتك. انت قصيره، انت طويله، يعني في حاجات معينه مش هينفع اغيرها، فلازم اكون متقبلاها، لازم اكون بحبها، ولازم الحب ده يكون نابع من جوايا. ما انا مش هينفع اكون فيك او بضحك على نفسي واقول انا حلوه وانا مش شايفه ده. فاهمين؟ لان طبعا في ناس كتيره جدا بنشوفها، في الطويله وفي القصيره وفي التخينه وفي الرفيعه، وعادي بتشوفها انها حلوه. يعني ورد علينا كتير جدا ان انا مثلا ممكن اشوف بنوته سمراء ولاقيها جميله حلوه، بنوته تانية بيضه ونفس الكلام بتبقى حلوه. فاللي هو الجمال مش اللي هو اسطمبه واحده او ستايل معين. فاهمين؟ انت بقى في حاجات ممكن تقدري تغيريها. لو انت تخينه عايزه تخسي ابداي اشتغلي على ده واعملي روتين واعملي دايت، وهكذا. العكس برضو تبداي تشتغل عليه. يعني في حاجات معينه اقدر اشتغل عليها، لكن الحاجات بقى اللي ما ينفعش اشتغل عليها ما اقعدش بقى اعترض وما اقعدش بقى. فاهمين؟ دي حاجه مش هتتغير. فلازم تتقبلي نفسك وتحبي نفسك، لان الحب ده بيبان. ودي اول حاجه لازم تكوني متصالحه مع نفسك، اللي هو بقى كمظهر خارجي، او يعني كشكل، كملامح، كشكلك، كطولك، كده يعني الحاجات دي. طبعا بقى تاني حاجة معانا لازم من جوه. يعني انا دلوقتي لازم اشتغل على نفسي من جوه، اللي هو صفاتي نفسها الداخلية كمميزات وكعيوب لازم تكوني اصلا عارفاهم. زي ما اتكلمنا بالتفصيل برضو قبل كده ان انا لازم افهم نفسي. فبما اني انا خلاص فهمت نفسي فطبيعي خلاص عرفت ايه هي مميزاتي ايه هي عيوبي، اتقبلها. ما ينفعش بقى اقعد طول الوقت يكون في لوم. يعني انا مثلا اكتشفت ان انا يعني في مثلا بنات بتحب الهدوء، ما اقعدش بقى لا هو انت هاديه وانت مش عارفه ايه، وفي ناس تانية بتحب الاكتف وناس باور، وانت ليه مش شبه بنت خالتك، وانت ليه مش شبه مش عارفه جارتك، وانت ما ينفعش. انا خلاص عرفت ان انا من الناس اللي بحب الهدوء. واحده تانية اكتشفت ان هي من النوع اللي اكتف زياده عن اللزوم، اجتماعيه وبتحب الصحاب، بتحب الكلام، بتحب الحركه. لما بتشوف حد بتتعرف عليه مش عارفه ايه، انت خلاص عرفتي انت دي شخصيتك، انت ده شخصيتك. فخلاص تقبلي ده وتعاملي معاه. ما تقعديش بقى تنتقدي لنفسك، ما تقعديش تلومي نفسك. يعني انا دلوقتي لازم اتقبل كل حاجه فيا. تمام؟ المميزات اعرفها فاشتغل عليها فهزودها اكتر. انا عندي ميزه ابدا ازود اكتر وتبقى الميزه دي موجوده فيها اكتر. عندي عيوب في حاجات اصلا هي ليكي ميزه. يعني العيب كل واحد حسب. يعني زي ما قلت لو مثلا في شخص اكتف مع شخص اكتف هما الاتنين اجتماعيين وكده، ما هما الاتنين مع بعض هيبقوا كويسين. لو واحد بقى اجتماعي مع واحد انطوائي هما الاتنين هيبقوا متضايقين من بعض. فاهمين؟ ففي حاجات معينة هي انا حسب انا عيني شايفاها ازاي. انا ممكن اشوفها ميزة ممكن اشوفها عيب في نفس الوقت. لكن بقى خلينا نكون متفقين العيوب اللي هي العيوب فعلا انا ابدأ اشتغل عليها. يعني برضو عشان اوصل لدرجة ان انا اكون متصالحة مع نفسي
ما ينفعش بقى ان انا اكتشفت عيب معين فيا وافضل بقى لا اصل انا متصالحه مع نفسي، اصل انا فيا العيب ده فهفضل سايباه. لا، انت بقى لو اكتشفتي عيب فعلا من العيوب فعلا كصفات، لازم بقى تبداي تشتغلي عليها. يعني ندي مثال، انت مثلا من النوع اللي ممكن تكوني ايه، اكتر عيب ممكن يكون منتشر معانا ان انا ببقى قاعده مع صحاب واقعد اجيب في سيره ناس تانية، اللي هو الغيبه والنميمه، ودي اصلا حاجه كارثيه عايزين نبقى نعمل لها يعني حلقه لوحدها. المهم انت اكتشفتي مثلا العيب ده فيك ان انت في غيبه ونميمه، لا دي حاجه لازم في وقفه، لازم تقعدي تقفي مع نفسك وتشتغلي عليها. احاول على قد ما اقدر ما اجيبش في سيره حد، فاهمين؟ حاجه مثلا تانية ممكن يكون حد بقى ايه، كلامه ممكن يكون هزاره تقيل مثلا. انت ما يعني انت بتبقي شايفه ان هو هزار، بس لا انت مثلا ممكن تكوني بتحرجي اللي قدامك او بتحرجي صاحبتك، بتسالي اسئله اللي هو مش، اللي هو اسئله سكرت قوي، اللي هو يعني مش وقته ان انت كل ما تشوفي حد بتبقي فضوليه زياده عن اللزوم عايزه تعرفي عنه كل حاجه. لا، ما ده كده مش حلو. يعني انت لازم برضو يكون في حدود، زي ما قلنا قبل كده ان انا بحط لنفسي حدود، اللي قدامي برضو ليه حدود، فما ينفعش بقى ان انا اقعد اتخطى حدود اللي قدامي، ما انا مش عايزه ده يحصل فيا، فاهمين قصدي؟ فكل بنوته هتشوف ايه هي عايزه تشتغل على نفسها في ايه، لان انت كل ما هتشتغلي على نفسك كل ما هتحبي نفسك اكتر. زي مثلا لو انت واحده صاحبتك بتشوفيها كل يوم بتقعد تطور من نفسها، ما انت اعجابك بيها هيزيد. نفس الكلام اعمليه مع نفسك، علشان انت نفسك حبك هيزيد ليكي. كل ما تطوري من نفسك كل ما مقدار حبك هيزيد. فلو اكتشفت عيب وفعلا عيب نبدأ نشتغل عليه. لكن لو اكتشفتي صفة عادية، لا دي يعني دي حاجة مميزة فيكي. وناخد بالنا بقى من حاجة مهمة، اللي ممكن يخليكي ان انت مثلا ايه، واحدة في حاجة معينة مش بتحبها. يعني مثلا ممكن تكوني انت واحدة مش بتحبي المطبخ او مش بتحبي الطبخ، لما تيجي تتعرفي على حد جديد وطبعا يقول لا انا بعرف اطبخ انا مش عارفة ايه، فتقعدي بقى تجريه في الكلام، وانا كمان بعرف اطبخ، ده انا بريم، وده انا مش عارفه ايه، بتبقي عايزه بقى ايه تبيني وقتها ان انت ده انت شاطره ومفيش منك اتنين في المطبخ. ليه؟ يعني انت لو في حاجه مش فيكي عادي اتكلمي بصراحه، ما تقعديش بقى حاجه مش فيكي وهي ناقصاكي، سواء بقى انت عايزه تعلميها، يعني في مخططاتك دلوقتي، سواء انت حاجه اصلا مش فارقالك، ما ينفعش بقى تيجي قدام حد وتقعدي بقى تعملي ان الميزه دي فيكي وهي مش فيكي. ليه؟ لان ده اصلا اولا، يعني بغض النظر ان هو كذب طبعا، كمان انت بينك وبين نفسك انت كده بتحسي ان انت قليله. يعني تخيلوا مثلا لو جينا نفرض مثال تاني، واحد ساقط، حد من يعني بيسقطوا وبيجيب درجات زفت، ما هو واحد ساقط اكيد درجاته طبعا هتبقى زفت. يجي بقى مثلا ايه حد جاي من قرايبه جديد، يعني حد جاي مثلا مسافر، حد جاي من قرايبه عايز بيسأل على درجاته، ويقول له ها ايه الاخبار، عملت ايه السنه دي؟ ده انا طلعت الاول. اسكت يا خالو، ده انا ايه ده، كرموني طلعت الاول على المدرسه. نعم. يعني حتى ولنفرض ان هو قال كده، ولنفرض ان هو وخاله صدقه، انا بس بحكي لكم سيتويشن على فكره ممكن دي بتحصل، يعني ساعات ده بيحصل علشان اوضح لكم النقطه دي. وخلاص بقى، يعني اكيد خاله مش هيروح ورا المدرسه يسال لو طالع الاول ولا لا، ما خلاص تمام برافو ومبروك ومش عارفه ايه. وبعد ما مشوا، ما انت ليه كدبت؟ يعني هل انت بقى لما كدبت على خالك هل انت نفسك يعني خلاص بقيت الاول؟ بالعكس، ده بيخليك لما تقعد مع نفسك تحس قد ايه انت فاشل، قد ايه انت قليل، فاهمين قصدي؟ ما يبقاش فيك عيب وانت عارفه ان العيب ده موجود فيكي، وتروحي تقلبيه على النقيض تماما كميزه، علشان بس تبقي حاسه ان انت مميزه في عين اللي قدامك، او تبقي حاسه ان انت شاطره. ده يخليكي تحسي بقد ايه انت قليله. فما ينفعش اقعد ادعي حاجه مش فيا. حاجه تانية، مثال تاني، لو مثلا حد كشغل لسه بادئ شغل وما عندوش شغل كتير، يعني مثلا ممكن يكون لسه عنده مثلا اي بقى بيزنس، يعني انا بتكلم دلوقتي لو حد فتح بيزنس ولسه عنده كلاينت واحد، بلاش اتنين، هو كلاينت واحد، لما حد يجيله يعني حد عادي قاعد مع صحابه، ده انا جالي 100,000 كلاينت، ده انا مش عارفه ايه، ده انا عندي شغل، ده انا مش قادر، ده انا مش لاحق، ده انا ورايا شغل ما بعرفش انام منه. ولنفرض ان صحابك صدقوك، ولنفرض ان انت كدبت عليهم وخلاص الدنيا تمام، انت كده يعني كدبت على نفسك، انت مرتاح؟ بالعكس، حتى لو انت على فكره مش بتواجه نفسك، انت لما يعني انت لو بتعملي كده، او برضو لو حد كولد بيعمل كده، لما تيجي تقعد مع نفسك، فانت
هتحس قد ايه انت فاشل قوي وقليل قوي. حتى لو ما واجهتش نفسك ده بقى خلاص بيتخزن، يعني العقل اللاواعي على طول الاوتوماتيك بيبرمج، فانت دايما شايف نفسك فاشل دايما، فاهمين؟ فده فعلا بيخليك زي ما قلنا انت كده تبقى شايف نفسك فاشل. يعني ما ينفعش بقى ان انا ادعي حاجه مش فيا، بالعكس انا دلوقتي في عيب معين او في صفه معينه انا عايزه اكتسبها، ابدا فعلا اشتغل على نفسي علشان اكتسبها. لكن ما بقاش بقى انا عارفه ومتيقنه ان هي مش فيا واقعد بقى ادعي انها فيا. زي برضو مثلا لو انت مثلا ممكن تكوني بنوته عشوائيه، مش مرتبة، مش منظمة، اوضتك منكوشة، ولنفرض يعني نتكلم على المثال ده عشان ساعات بيبقى في يعني في فعلا بنات بتبقى كده. ما تجيش بقى قدام حد من قرايبك، حد معين انت بتحبيه، تقعدي تدعي ان انت لا ده انا قد ايه بحب النظام، قد ايه مرتبة. لما تروحي مثلا عند حد بقى كخالتك مش عارفة ايه بايته عندهم، تبقي اكتر واحده لهلوبه في المكان كله. طب ما طالما انت شايفه ان انت عايزه تبقي كده، طب ما تبقي كده لنفسك. يعني غلط جدا ان انا دايما ابقى عايزه اعمل حاجه عشان اثبت حاجه للي قدامي او عشان ابهر اللي قدامي. لا، انت اعملي ده في شخصيتك فعلا، فاهمين؟ فزي ما قلنا اخد بالي من الحاجات دي. انا لازم عشان اتصالح مع نفسي اكون متقبله كل حاجه فيا، ولو في عيب فعلا ابدا اشتغل عليه، علشان الهدف من ده ان انا اطور نفسي زي ما قلنا. وان انا كل ما هطور من نفسي كل ما احب نفسي اكتر، كل ما ثقتي بنفسي هتزيد اكتر. حاجة تانية بقى لازم ناخد بالنا منها علشان برضو أكون متصالحة مع نفسي، لازم أسامح نفسي. ما هو يا جماعة خدوا بالكم، احنا أكيد احنا أصلا دايما بنغلط. يعني مفيش بشر مش بيغلط، دي أصلا صفة بشرية إن أنت وارد جدا إن أنت تغلط، ده الطبيعي أصلا. بس أنا قصدي يعني إن أنا طبيعي إن أنا بغلط، فما ينفعش بقى لما أنا أغلط غلطة أقعد ألوم نفسي ولأ وإزاي تعملي كده ومش عارفة إيه وده ده أنا ما كانش ينفع أعمل كده. لأ، ما هو أنا كده كل ما تعملي ده وكل ما أنت ماسكة نفسك لوم وعتاب وجلد ذات، أنت أصلا إزاي كده بتحبي نفسك؟ يعني تخيلوا مثلا لو في أم مع بنتها أو أم مع ابنها، واحدة وصاحبتها، لو صاحبتك دي غلطت فيكي هتقعدي كل مرة تمسكيها تبسي فيها وانت ازاي وازاي ولا فاهمين؟ فاحنا اصلا مع صحابنا اللي بنحبهم او مع الغريب مش بنعمل ده، فما بالك بقى انت ازاي اصلا بتعملي ده مع نفسك؟ فناخد بالنا، انت غلطتي في حاجة لازم تقعدي بالراحة وعادي، ما هو انا بتعلم، ما هو انا من غير ما اغلط انا هعرف منين الصح من الغلط؟ ما هو انا لازم اغلط علشان اعرف ان انا ما اقعش في الغلطة دي تاني، فاهمين قصدي؟ فبناء عليه لازم تسامحي نفسك اول باول. طبعا مش بتكلم عن الاخطاء الكارثيه عشان ما حدش يجي يحطنا في حته ثانيه. انا زي ما قلت لو حد عنده عيب يعني اكتشف فعلا عيب في نفسه لازم يقعد يشتغل عليه، لازم فعلا يقعد يغيره، فاهمين؟ لكن اللي بتكلم فيه لو انت غلطتي فالطبيعي ان احنا كلنا بنغلط، الطبيعي ان انا اغلط علشان اقعد اتعلم من اخطائي. فبناء عليه لازم تسامحي نفسك. وعلى فكرة برضو ناخد بالنا من حاجة، ان انا مثلا ولنفرض ان انا في حاجة يعني غلط عملتها زمان، فانا دلوقتي قاعده عماله بقى بفتكر في زمان انا ايه ده انا ازاي عملت كده، ده انا ازاي صاحبت فلانه، ده انا ازاي مش عارفه عملت ايه، ازاي دخلت الجامعه دي، انا اصلا ما كانش ينفع ادخل الكليه دي، انا جبت التقدير ده ليه، وانا اصلا ما بحبش الكليه. اللي هو اصلا بتقعدي تلومي في حاجات يعني خلاص دي حصلت، يعني كتر الكلام ده مش هيعمل حاجه، يعني مش هيعمل حاجه ايجابيه، بالعكس ده هيوصلنا لنقطه سلبيه. ومش معنى كده بقى عشان ناخد بالنا، عشان في ناس بتحولها لنقطه تانية خالص انها تقعد تلوم في الاخر. وما تلوميش لا نفسك ولا الاخر، يعني مش لازم تجيبي حد تقعدي تلوميه، فاهمين قصدي؟ يعني ولنفرض مثلا واحد ممكن يكون خلص جامعه وبقاله فتره مخلص جامعه، ممكن يكون سنتين 3 10، تيجي تكلمه بابا هو السبب، بابا هو اللي دخلني الجامعه دي، وانا اصلا ما بحبش الكليه دي، وانا كنت عايزه ادخل حاجه تانية، وعايش بقى على ذكرى الماضي. يعني ما خلاص بقى خلصنا، ما انت خلاص دخلت وخلاص اتخرجت وخلاص اشتغلت، وانت لسه عمال تشوف بابا وماما ونشوف مين دخلني فاهمين اللي انا بتكلم فيه؟ فدايما سامحي نفسك، والماضي بتاعك لو انت عملتي غلطات ايه المهم ان انت بتتعلمي منها وبتطوري من نفسك دلوقتي. يعني حتى يا ستي ولنفرض ان انت منيله الدنيا، انت نيلت الدنيا فعلا خلاص، يعني دي حاجه حصلت في الماضي، نتعلم بقى منها ولا نقعد بقى نبكي بقى على الاطلال؟ اقعد بقى اقول وانا لا، اما بقى في ناس ما بتجيبش وانا، تقعد بقى تجيب ماما وبابا واخواتي والعيله والمجتمع وي 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 واصحابي وجارتي السبب.
فلازم تكوني ما انت عشان تكوني متصالحة مع ذاتك مش لازم بقى تقعدي تطلعي بقى عيوبك دي يعني او اخطائك على حد، فاهمين؟ فلازم اخد بالي من كل ده. وكل ما هتصالح مع نفسي كل ما هبقى بحب نفسي. فاهمين؟ عارفين انتوا الشخص اللي بتحسوا دايما كده فيه تسامح؟ صفة حلوة جدا. فده بحسه يعني بحسهم هما الاتنين شبه بعض. ما هو انا عشان اتصالح مع نفسي لازم يكون في تسامح، فاهمين؟ ففعلا لو في نموذج معين انت دلوقتي اللي بيسمعني، كل بنوتة بتسمعني، لو في حد معين جه في ذهنك شخص فعلا متصالح مع نفسه، شخص قد ايه بيحب نفسه، حاولي بقى تراقبيه وتحاولي تشوفي هو بيعمل ايه، فاهمين؟ لان زي ما قلنا حب الذات ده طبعا خطوات هنقعد نمشي عليها ومكملين مع بعض في سلسلة حب الذات.